شايف البت اللي هناك دي يابا اللي ماشية مع عمها؟ هموت واتجوزها. شد حيلك انت واحنا نجوزها لك. ازاي بس يابا؟ ضمها طالبة فيها مهر 100,000 جنيه وانا معيش الا 30. هي امها الجامدة اللي معاها دي؟ ايوه يابا. ما تشغلش بالك يا واد، هجوزها لك. يابا انت بتهرج، بقولك طالبة 100,000 جنيه ومعيش الا 30,000. سهلة واختها مش مستاهلة ياض، تعالى ورايا وما تشغلش بالك. لما نشوف. بصي بقى يا ست الكل، انا جاي اعرض عليك النهارده عرض ومش عايزك تقاطعيني للاخر. اتفضل. احنا جايين نطلب ايد بنتك لابننا وهنديها مهر 10,000 جنيه. ايه، انا بنتي ما يدفعلهاش اقل من 100,000 جنيه مهر. ادي الجوازة باظت يابا، مش بقولك؟ يا جدعان ما انا بقول لكم محدش يقاطعني الا لما اخلص. هو في بعد اللي انت قلته ده كلام؟ طبعا في احلى كلام. احنا قلنا هنطلب ايد بنتك لابننا وهنديها 10,000 جنيه مهر، وهطلب انا ايدك وهديكي كمان 10,000 جنيه مهر. يا لهوي فاجئتني، بس كده كتير. يا ابن اللعيبة، عملتها ازاي دي يابا؟ مش بقولك سهلة واختها مش مستاهلة؟ بس كده احنا هندفع 20,000 جنيه يابا، فاضل 10,000. دول هنبقى نسكت بهم امك يا